سألت نفسك قبل كده مين هو بابلو اسكوبار؟ لو كنت مولود في الثمانينات من القرن العشرين فانت بالضرورة سمعت عن بابلو إيميلو اسكوبار جافريا، أكبر تاجر مخدرات في التاريخ. تعال نشوف قصته. اتولد بابلو اسكوبار في ديسمبر 1949 في كولومبيا، وعاش حياة شبه الأفلام السينمائية كده. باع أطنان من المخدرات وأطلق عليه إمبراطور الكوكايين. قتل آلاف من الناس وجمع ثروة طائلة من الأموال. والغريب إنه نشأ في أسرة شديدة الفقر. والده كان مزارع ووالدته كانت مدرسة ابتدائي. كان عنده 6 اخوات غيره. وفي سن 5 سنوات قال بابلو لوالدته إنها تشوفه لما يكبر عشان هيكون أغنى أغنياء العالم. وبالفعل بدأ حياته الإجرامية في سن مبكر جدا، في سن المراهقة. كان في الوقت ده بيروح المقابر وبيحفر القبور وبيهرب الجثث ويبيعها في بنما. وبمرور الوقت أصبح أكثر إجراما وخطورة بالدخول في عالم الجريمة. تطورت قدرات بابلو الإجرامية وبدأ بالتورط في أعمال أكثر خطورة وإجرام. فكان بيقوم بالنصب والاحتيال والسرقة بالإكراه. ومع تطورات بابلو الإجرامية قبل ما يدخل عالم المخدرات قام بأول عملية يجني منها أموال كتيرة، وهي اختطاف أحد مسؤولي مدينة ميدلين، وطلب فدية قدرها 100,000 دولار. ولما بدأ تجارة الكوكايين كان بيسافر الولايات المتحدة بنفسه لتهريب المخدرات، وكان بيهرب المخدرات داخل عجلات الطائرة الأمريكية، وكان بيدفع للطيارين حوالي 500,000 دولار أمريكي في الرحلة الواحدة. ولما اتقبض عليه أول مرة تمكن من إتلاف سجلات القضية. فأول مرة قام بمحاولة فاشلة لرشوة قاضي ميدلين، وبعد كام شهر من محاولاته الفاشلة دي قام بابلو بقتل المحققين المكلفين بالقضية بتاعته، وقام بسرقة وإخفاء أوراق قضيته. وبكده أصبحت طريقته في التعامل مع السلطات الحكومية يا إما المال أو القتل. كان بابلو اسكوبار مسؤول عن 80% من الكوكايين الموجود في الولايات المتحدة، وكان بيكسب حوالي 60 مليون دولار يوميا من تجارة المخدرات. وفي مجلة فوربس حطت بابلو اسكوبار ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم، وقدرت صافي ربحه من تجارة المخدرات بحوالي 30 مليار دولار وقتها. ومن كتر ثروته كانت الفئران بتاكل أكتر من 2 مليار دولار سنويا. وبعد وقعة اعتقاله الأولى قرر إن الأمر ده مش هيتكرر تاني، واشتهر عنه قاعدة كده بتقول: اقبل المال أو واجه الرصاص. فكان بيخاف منه كل المسؤولين، بجانب إنه كان بيقوم برشوتهم بسخاء كبير جدا. كان بابلو مسؤول عن مقتل حوالي 3000 شخص. كان بيقتل أي شخص بيعرقل مسيرته. قتل أكتر من 200 قاضي وأكتر من 1000 ضابط شرطة. وكان بيمتلك العديد من الأسماء المستعارة خلال حياته. كانوا بينادوله أصدقائه بالدون بابلو، الدكتور، اللورد، الأب الروحي، وإمبراطور الكوكايين. وقت ما كان بابلو بعمر ال25 وقع في حب صديقة أخته ماريا فيكتوريا اللي كانت عندها 13 سنة. وبعد سنتين تزوج منها وخلف طفلين، خوان بابلو ومانويلا. في يوم مانويلا كانت بتعاني من انخفاض درجة الحرارة، فأمر بابلو بإحراق 2 مليون دولار عشان تتدفى، وكمان عشان يحضر لها الطعام الساخن. ومع تزايد خوف بابلو من تسليمه للولايات المتحدة قام بالاتفاق مع الحكومة الكولومبية على إيقاف قانونه يا إما المال أو القتل، على شرط إنه يبني لنفسه سجن هيعيش فيه 5 سنوات بس ما يسلمهوش للولايات المتحدة. وبالفعل قام ببناء سجنه وفيه كل الوسائل الترفيهية. ومن شدة جماله لقبوا الناس باسم الكاتدرائية أو نادي ميدلين أو فندق اسكوبار. وفي أواخر 1992
أصبح بابلو مطلوب من جهات عديدة جدا، مش بس الحكومة الكولومبية. عشان كده شكلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدة خاصة بالبحث عن بابلو واغتياله، وكمان مجموعة تانية مكونة من عائلات ضحايا بابلو اسكوبار، وكانوا عايزين يختلوه، وكانوا بيمولهم جماعة كالي كارتل اللي كانت بتنافس بابلو في سوق المخدرات. وفي 2 ديسمبر 1993 تم التوصل لمكان اختفاء بابلو، وحصل تبادل إطلاق النار، ولقوا بابلو ميت بعد ما دخلت رصاصة في ودنه والتانية في رجله. وبيتقال إن بابلو هو اللي أطلق النار على نفسه عشان ما يتمش اعتقاله وترحيله للولايات المتحدة الأمريكية.